بنوتة أمراية بعتة بتسأل، بتقول عندي سؤال مهم جدا. هل الشيفنج فعلا ممكن يكثف الشعر وتخليه سميك؟ وإيه أفضل أنواع الشيفنج؟ دوت بيتكرر من بنات كتيرة جدا، والإجابة بكل بساطة لا. الشيفنج مش بيخلي إن الشعر يكون تقيل أو إن الشعر يكون سميك. اللي بيحصل إن انتي لما بتشيلي الشعراية بالشيفنج بتقطعيها من عند سطح الجلد، بيبان كأن الشعراية سميكة ولونها غامق، لكن الحقيقة ان عدد الشعرات ولا سمكها ما بيتغيروش خالص. ده ببساطة زي ضوافرك كده لما بتقصيها ما بتطلعش اسرع ولا بتطلع تخينة اكتر من الاول. طبعا الشيفنج امن وسهل وطبعا مناسب للبشرة الحساسة بس لو اتعمل صح. ومن الانواع الكويسة في اللوكال براندز هو فينوس، بس تستخدميه صح وتكوني حاطة جل او زيت خفيف علشان تمنعي حساسية البشرة. ما تستخدميش الشيفنج دوت على بشرة جافة، ولما تخلصي لازم ترطبي جلدك كويس جدا. احفظي البوست دوت وشاركيه مع صحباتك اللي لسه مصدقين ان الشيفنج بيعمل كثافة للشعر.